السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. بس انا بقول لكم امام عاشور بيقترب بنسبة تزيد عن 90% ان ما كانش مضى، للنادي الاهلي. الاحداث بتقول كده، عندنا معلومات، عندنا تأكيدات، من جوه النادي الاهلي، هيتذاكوا الاهلي علينا ماشي، بس معلومات من جوه النادي الاهلي، لكن كمان الاحداث ربطها، يعني جزء من شغلنا انك تربط الاحداث. الاحداث بتقول كده، اللي هو احنا نايمين صحينا امام انا همشي ويدبدب في الارض، لازم امشي لازم امشي لازم امشي في يناير اللي فات، ويدبدب في الارض. مظبوط. احنا كنا نايمين، انا كنت على الهوا هنا فجأة، وطولنا حتى خدنا ما اعرفش نص ساعة زيادة ولا ساعة زيادة يوم الحلقة دي في شهر يناير. ظهرت فجأة قصة إمام الساعة 12 بالليل ولا الساعة 1 بالليل، وقعد يدبدب وفيديوهات وفي قناة الزمالك ويطلع معرفش إيه وعايز وفرصة عمري وما بتجيش غير مرة واحدة وفجأة تك 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 تك. فأنا بقول لكم أهو، إمام عاشور بنسبة 90% إن لم تكن 100% في النادي الأهلي في الموسم الجديد، وهتبقى صفقة للأهلي قوية جدا. ليه؟ أولا صفقة على المستوى الفني مهمة، لأن إمام عاشور لعيب كبير. على المستوى الجماهيري مهمة، لأنه لعيب سابق في الزمالك، هو مش لعيب الزمالك عشان الناس ما تربطش تقول ده الأهلي واخده من الزمالك، لا، هو مش لعيب زمالك. الزمالك خلاص باعه بحوالي 3 مليون دولار إلا شوية زي ما اتقال في شهر يناير، وقصته معاه اتقفلت. يبقى يفاوضوا ده يفاوضوا ده يفاوضوا ده، خلاص ده حريه مطلقه، يعني هو اللي بيختار، لان كمان الزمالك قال له الباب مفتوح، بس كده هو اللي بيختار. فالصفقه على المستوى الفني قويه جدا للاهلي، على المستوى الجماهيري لان امام لعيب منتخب ولعيب مهم، هتبقى صفقه قويه جدا جدا جدا. الحاجه الثانيه الموضوع بتاع كهربا. كهربا هتكلم فيه في نص دقيقه لانه ما فيهوش هري. كهربا مش عايز يدفع الغرامه، عشان كده الفيفا باعت يقول له عندك 6 ايام مهله، ولا كهربا عايز يدفع الغرامه ومستني يدفعها فين؟ هو ده السؤال. يعني قاعدين النهارده نسمع كلام كتير جدا ان جاي له اخطار من الفيفا، 6 ايام لو ما دفعتش هتتوقف وبتاع. طب ما هو كهربا اساسا منتظر نادي الزمالك وفق الكلام اللي اعلنه كهربا او محامين كهربا، منتظر نادي الزمالك يقول يحول الفلوس فين، على انهي حساب. والكلام اللي قاله محامين كهربا بشكل رسمي وبتصريحات رسميه بتعبر عن كهربا وموقفه، احنا بعتنا للفيفا نقول يا فيفا احنا جاهزين ندفع فين؟ فهل الزمالك اخطر الاتحاد الدولي او اخطر كهربا يدفع فين وازاي، ولا ما اخطرش؟ يعني هل، عشان بس نتكلم دايما، اصل انا في حاجات عقلي ما بيستوعبهاش. هاتولي كده الخبر، وروني. يقول لك كهربا تلقى اخطار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن موقفه من سداد الغرامة لنادي الزمالك، وتم تبليغه بضرورة الرد على هذه المخاطبة قبل انعقاد لجنة التأديب التابعة للفيفا يوم 3 اغسطس المقبل. لا يا جماعة، هاتولي الخبر بتاع ال6 ايام ده، وان هو بيطلب مهله جديده من شهر الى شهرين لسداد الغرامه تبدا بعد موعد انعقاد لجنه التاديب. كهربا يجهز مذكره قانونيه لشرح موقفه في القضيه، وسيطلب مهله جديده من شهر الى شهرين لسداد الغرامه تبدا بعد موعد انعقاد لجنه التاديب. ده الكلام اللي موجود، والكلام اللي منتشر ان في 6 ايام مهله اخدها كهربا.
تمام كده. انا عايز نادي الزمالك عشان يقفل هذا الباب يقول لنا احنا كرأي عام، احنا كرأي عام يا رأي عام، مش كهربا بيقول ومحاميه انه جاهز للسداد وانه عايز رقم الحساب. قالوا كده، وقالوا كده في حتت كتير يعني مش عندنا بس، والزمالك يقول كده. طيب يبعتوا الفلوس على المكان الفلاني وانا اخطر الفيفا رسميا بهذا الكلام، عشان لما ما يسددش يبقى القصه عند مين؟ عند كهربا. انما احنا ايه؟ دي فصول شغاله. وبص القانون واسع واسع والحواديت واسعه، ومش مستبعد ان تحصل فتحه جديده في القضيه، منفذ جديد يخش منه محامين كهربا عشان يقعد يماطل يقعد يماطل يقعد يماطل. واللي بيماطل بدون ما يبقى عليه مشاكل هو الاشطر. هو الايه؟ الاشطر. يعني كهربا 12 مباراه كتير جدا، دونجا عقوبه بدون تحقيق، غريب جدا. وبيتحط اتحاد الكره في مواقف بايخه. عارفين انتوا كان في ما اعرفش مشهد في مسرحيه بتاعت عادل امام ولا مين، بتحط نفسكم في مواقف بايخه كده، تحط اتحاد الكره في مواقف بايخه. وهو اللي بيشيل بقى، كالساحه بتشيل خلاص. هو الانضباط عمل ايه؟ خد البتاع، بعت الورقه، خلاص وخلص الموضوع. هيشيل بقى بتاع الاتحاد الكوره الليله دي، يعلن ولا ما يعلنش. الاهلي هيقول لك ما اعلنش ليه؟ مش جات لك؟ مش الانضباط قال؟ طب بعت ولا ما بعتش؟ طب يعني ايه ما بعتش وهو قال انه بعت؟ ما هو كلام هيفضل رايح جاي. حاجه الحقيقه غريبه جدا. ولسه هنخش في قصه تانية بقى، الزمالك هيلعب القمه مش هيلعب القمه، هل هيعلن اتحاد الكوره مش هيعلن اتحاد الكوره؟ اتحاد الكوره ما عندوش حل، وانا بقول لكم اهو اللي يقوم قافل على الموضوع ده هو موضوع الكهرباء بتاع ال 12 ماتش، كل الكلام ده اللي بعد ماتش القمه اللي بعد يوم 13.